تمام. البلجن يعني ايه؟ بص يا فوزي، بكل بساطة البلجن او الاكستنشن بتبقى عبارة عن ان انت بتجيب للبرنامج اللي انت شغال بيه اضافات موجودة على النت، بتبقى في ناس عملوها، مش هم المصنعين بتاع البرنامج، ولكن الناس عملوها عشان يسهلوا الشغل على الناس اللي شغالة على البرامج دي. في منها بيبقى مجاني وفي منها اللي بيبقى بفلوس. البرامج دي او الاضافات دي بتبقى عبارة عن ان هي بتختصر عليك الوقت. بمعنى اخر، الاضافة اللي انا كنت عاملها، اللي عاملاها شرح، اللي بتاعت الاف اكس كنترول او كونسول، دي بكل بساطه بتختصر عليك في الوقت في الافتر افكت. بدل ما انت تفتح النافذه بتاعه الافكتات، تدور على الافكت لسه، وبعد ما تلاقيه بتقوم سحبه لللاير اللي انت عايز تشتغل عليها، وبعد كده تقوم مطبقه. فالبلجن دي كل اللي بتعمله مثلا ان هي بتختصر عليك وقت. انت بتشغلها على طول بالشورت كات من على الكيبورد، وبعد كده بتكتب اسم الافكت وتضغط انتر، هو كده خلاص اشتغل عندك بدل ما تعمل كل الخطوات دي. في حاجة تانية مثلا زي بلجن اسمها سيبر ده، المفروض ان هو بلجن، المفروض ان هو مسؤول على ان هو بيعمل لك الافكتات زي بتاعة الكهرباء والنار والحاجات دي، برضه موجود الافتر افكت. وقيس على ده برضه الحاجات الموجودة على البرامج التانية، مش لازم الافتر افكت بس، في البريمير، في الالستريتور، الفوتوشوب، ومش لازم بره، مش لازم دايرة برامج ادوبي بس، في بره برامج ادوبي زي مثلا حاجة زي اكستنشن او بلجن زي الاد بلوك. اد بلوك الموجودة على الجوجل كروم مثلا، واللي بتشتغل برضو على معظم المتصفحات، اللي هو بكل بساطة انت لما بتنزلها بتمنع الاعلانات، لان انت عارف ان في مثلا مواقع كتير بتقعد تفتح اعلانات كتير لما بتبقى عليها، فده مثلا بيوفر عليك الموضوع، وبيقفل لك ما يخليش اي حاجة تفتح اعلانات وهكذا. فهي دي بكل بساطة الفكرة بتاعت الاكستنشن او البلجن، لما تلاقي مثلا حاجة او حد بيقول لك ان دي بلجن موجودة لبرنامج معين، بس كده.